النهارده حلقتنا عن واحد من أهم المسلسلات الهندية اللي دخل في كل بيت مصري وعربي. الناس زمان ودلوقتي اتعلقوا بشخصياته لدرجة إن هم كانوا بيدافعوا عن سوارة وراجيني كأنهم قرايبهم. المسلسل اللي اتكلم على إن الحب ممكن يعمل حاجات مجنونة، بس هل فعلا من الحب ما قتل؟ تعالوا نشوف القصة كانت رايحة فين. الحكاية بتبدأ إن في بنتين جيران وأصحاب من زمان، واحدة اسمها سوارة وهي منفتحة ومبهجة وبتحب الحياة، والعكس تماما راجيني البنت الهادية الملتزمة اللي بتسمع كلام أهلها ومؤدبة. الصدمة فين بقى؟ إن هما بيكتشفوا إن هما إخوات من الأب، وإن في خناقة قديمة وقصة حب فاشلة ما بين أهاليهم. المسلسل بياخدنا في البداية في رحلة إزاي البنتين دول هيجمعوا شمل العيلة لحد كده والدنيا تمام وزي الفل. المصيبة فين بقى؟ في الحب يا سادة. دخول لكشي، شاب طايش ومتهور شوية. في الأول المفروض هيخطب راجيني وده بسبب ضغط من أهله، بس هو بيقع في حب مين؟ بيقع في حب الأخت سوارة. وهنا بتبدأ الحرب العالمية الثانية. راجيني البنت الكيوت الهادية الجميلة، الحب بيعميها وبتتحول لشريرة بطريقة مرعبة، بتعمل مؤامرات علشان تبعد لكشي عن سوارة، لدرجة إن هي بتزق أختها في البحر يوم فرحها علشان تتجوز هي لكشي. وبعدين بيدخل بطلنا السكر سنسكار في الحرب دي كلها. في الأول هيكون مع راجيني وبينتقم من لكشي علشان حوار قديم كده، بس بعدين بيقع في حب سوارة وبيتحول لأجمل وأحن زوج في الدراما الهندية. وبنقضي المسلسل في دايرة لا تنتهي من المؤامرات اللي تخليك تتشد للمسلسل وتكمله للآخر. خلينا ندخل في الإيجابيات والسلبيات بتاعت المسلسل. طبعا أول حاجة الإيجابيات، الكيمستري اللي ما بين سنسكار وسوارة اللي بسببهم اصلا اتفرجت على المسلسل. دول كانوا سكر المسلسل، الكيمستري ما بينهم كانت تحفه قوي، والخط الحب اللي ما بينهم كان جميل من بدايته لنهايته. ان هم كانوا في الاول اعداء وبعدين بقوا اصدقاء وبعدين اتجوزوا على الورق علشان يكشفوا راجيني وعمايلها، وبعدين حبوا بعض وبقوا زوج وزوجه. فبجد قصتهم كانت حلوه والخط اللي ما بينهم كان حلو والكيمستري كانت حلوه، كل حاجه فيهم حلوه لدرجه لحد الان الناس بتعمل لهم تصاميم وفيديوهات ليهم. اتنين، التحولات الغير متوقعه. المسلسل كان بيخلينا على اعصابنا، الحلقه تخلص بمصيبه والتانيه تبدا بمصيبه اكبر، مفيش مجال للملل ابدا، والاحداث سريعه وبتخليك تتشد من وانت بتتفرج. كمان الاداء التمثيلي كان تحفه لكل الكاست الصراحه، وبالاخص سوارة وراجيني ابدعوا حرفيا. المشاهد الدراميه كانوا مبدعين والمشاهد الرومانسيه كمان كانوا مبدعين، فكانوا فظاع الصراحه. كمان تطور الشخصيات، المسلسل ما كانش ماشي على رتم واحد، الشخصيات كلها بتتغير للحلو والصح والغلط والوحش كل حاجه. يعني راجيني شويه نحبها وشويه نكرهها وهكذا في بقيه الشخصيات، فده بيخلي المشاهد ما يتوقعش اللي جاي. بس طبعا ما فيش حاجه كامله، كعاده اي مسلسل هندي الحلقه اللي ممكن تخلص في 10 دقائق ممكن تقعد 3 حلقات، وده بسبب الزوم اللي بيجي على وش الممثلين. يعني حدث حصل وكانوا موجودين 10 ممثلين مثلا، لازم يعملوا زوم على ال10 ممثلين. كمان عايزين يشوف رد فعل كلهم بس على حرفيا على كل كلمه. يعني مثلا انا بحب، هتلاقي الزوم على وش الام والاب والاخ والنني والطباخ والخدام كده، وبعدين يرجع يقول لها بس انت عملت كذا كذا تاني، زوم على وش دول. طيب وانا دخلت الحمام، زوم على وش دول. انا خرجت من الحمام، بيفضل كده. فالموضوع كان مؤفر قوي قوي قوي، يفصل يعني. حوار الزوم ده اوفر صراحه. اتنين، طيبة سوارة المبالغ فيها. راجيني تحاول تموتها تسامحها، راجيني تعمل مصيبه ليها تسامحها، راجيني تحاول ان هي تفرقها عن سانسكار تسامحها، اي مصيبه تعملها راجيني سوارة تسامحها. فالصراحه الموضوع كان كنح قوي منها، وكان بيخليني عاوزه ادخل اضربها قلمين على وشها فوقها. 3، النهايه. بعد كل المؤامرات دي قفل المسلسل بسرعه وبشكل كروته، وما خدناش وقت نشوف سعاده الابطال بالشكل الكافي. ونيجي للسؤال المهم، مين الجانيه الحقيقيه في المسلسل؟ هل هي راجيني اللي حاولت تقتل اختها علشان راجل، ولا سوارة اللي سرقت حبيب اختها؟ في ناس كتير بتقول ان سوارة خاينة، بس الحقيقة بالنسبة لي عكس كده خالص. سوارة لحد اخر لحظة كانت بتسد لكشي، وكانت دايما تقول له اختي 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 اختي. مين اللي ضغط عليها؟ هي راجيني. راجيني فضلت تزن على ودانها وتضغط عليها وتقول لها لكشي بيحبك، وكأن لكشي مش فارق معاها. ومن كتر الضغط من الجهتين من راجيني ولكشي، سوارة اتوهمت ان هو حب ووافقت. سوارة ممكن تكون غلطت غلطة واحدة بس، وهي ان هي وافقت.
بس هل الغلطه دي تستدعي ان راجيني تعمل اللي هي عملته؟ اكيد لا. مستغربه ان في ناس في صف راجيني وبيقولوا ان قلبها اتكسر. بس لحظه واحده هنا، هو عشان قلبي اتكسر اروح اموت اختي ولما ما ماتتش احاول ادمر حياتها؟ لا يا جماعه، ما فيش مبرر للغل ده. سواره اللي كانت بتضحي عشان راجيني ردت لها الجميل ده بمحاولات كتيرة ومؤامرات ما بتخلص. الفرق الجوهري ما بين الأختين، سوارة غلطت لأنها كانت ساذجة وبسبب الضغط عليها وافقت على لاكشي، إنما راجيني خططت وغدرت وحاولت تنهي حياة أختها بدم بارد. راجيني يوم فرح سوارة ولاكشي لما رمتها في البحر، قبلها سوارة قالت لها لو كنت عرفتيني إن أنت بتحبيه ما كنتش هوافق. وفعلا لو هي كانت عارفة وما رمتهاش في البحر كانت هتروح تنهي الجوازة دي تماما، بس راجيني استعجلت ورمتها في البحر. الوجع عمره ما كان مبرر للشر، واللي عملته راجيني في سوارة لا يغتفر الصراحة. ومهما المسلسل حاول يبين ان هي في الاخر ندمت وكده، انا ما صدقتش ده، لان انا لو مكانها عمري ما هسامحها. كان نفسي مثلا الوقعة دي تحصل بالغلط، يعني وهي بتتجادل معاها وبتقول لها الحقيقة تقوم واقعة ويحصل بعد كده كل اللي حصل في المسلسل عادي، يعني تكمل حياتها عادي وتتجوز لاكش عادي وكده، بس يبينوها ان هي وقعت بالغلط وعادي تبقى شريرة وكده. بس حوار ان هي كانت قصدا ان هي تقتلها وبعد كده ندمت والحاجات اللي هي عملتها دي كانت صعب عليا ان انا اتقبلها. اللي مخليني اطلع اعمل الفيديو ده هو ان المسلسل بيتعرض بصراحه قرب يخلص. انا بحب المسلسل ده قوي وكنت متفرجه عليه من فتره طبعا قبل ما يتعرض على التلفزيون، وكنت ناويه اعمل الفيديو، فلما لقيته بيتعرض وكمان قرب يخلص قلت لا لازم الحق اعمل الفيديو. في النهايه مسلسل ومن الحب ما قتل هيفضل علامه في الدراما الهنديه، وقصه سواره وراجيني هتفضل محفوظه في ذاكره الناس كلها برغم المؤامرات ووجع الدماغ ده كله. سؤال ليكم، كنتوا تيم مين؟ تيم سوارة ولا تيم راجيني؟ وكنتوا تيم قبل مين؟ تيم سوارة وسنسكار ولا راجيني ولاكشي؟ وايه اكتر شخصية كنتوا بتكرهوها في المسلسل؟ اكتبوا لي في التعليقات تحت، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.